obligaciones del cargo de comisaria, jefe de la comisaría judicial de Jaén, con lealtad al país. السلام عليكم الاصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد. الموضوع ديالنا اليوم هو ديال واحد نقولوا وحده اسبانيه من اصول مغربيه، يعني مسلمه، خلقت بمليليا. هاد البنت هادي ولا هاد المراه هادي تولدات في مليليا ابا عن جد، يعني مليليا كتعرفوها الى اخره. سميتها ليلى ادريس الحاج محمد. على اي دخلت لسلك الشرطه هذه سنوات، وكانت في لاس بالماس الى اخره، وشاركت في الامم المتحده وحفظ السلام والامن وغادي وكتطلع قريض. مؤخرا ها انتم كتشوفوا شو معايا الفيديو. Las obligaciones del cargo de comisaria, jefe de la comisaría judicial de Jaén, con lealtad al país y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Estoy aquí para servirles de la mejor manera posible, con cercanía, empatía y un profundo respeto por cada uno de ustedes. Mi firme voluntad es colaborar activamente con los jueces, magistrados y fiscales de esta provincia para reforzar nuestra cooperación y ofrecer un mejor servicio al ciudadano. Asimismo, manifiesto mi disposición a trabajar estrechamente con la unidad adscrita a la Junta de Andalucía, Guardia Civil y Policía Local, para alcanzar los mayores estándares de seguridad. A los representantes de los sindicatos policiales quiero decirles que siempre tendrán las puertas de mi despacho abiertas para escuchar todas sus sugerencias. A los medios de comunicación les expreso mi deseo total de entendimiento y mi compromiso de mantenerles informados, siempre que ello no afecte al secreto profesional o a las investigaciones en marcha. Les solicito comprensión en aquellas situaciones en las que la importancia del tema o la urgencia del momento impidan atenderles con la debida diligencia. Este caso me exige, sirviendo a España y en particular a la provincia de Jaén con integridad y dedicación absoluta, recordando que mi labor es, por encima de todo, un servicio público al que me entrego con plena convicción. Estoy profundamente emocionada por comenzar esta nueva etapa y llena de esperanza por lo que podemos lograr juntos. Confiamos en nuestra capacidad para construir un Jaén más seguro, más justo y más fuerte. Muchas gracias. يعني من بعد مشوار طويل وحنكة وتجربة وخبرة منظمة، محاربة العصابات والمخدرات وداك الشيء الدولية، اليوم في هذا العام 2025 بالضبط في منطقة الأندلس، هاد السيدة ليلى إدريس الحاج محمد تترقى إلى قيادة الشرطة الوطنية الإسبانية في مدينة خايين. يعني مدينة خايين غتولي هي القائدة والضابطة ديال الشرطة الوطنية هناك بأكملها، وغادي تولى المنصب ديالها في يناير اللي حنا فيه دابا. يعني هنا اللي بغينا نهضروا عليه هو، يعني شوف دابا هاد الدولة الإسبانية، كنعرفوا الإسبان راه فيهم واحد النوع العنصرية لدرجة أنه واخا يكون يعرف اللغة اللونجلي ما كيهضرش معاك به، وهذه وقعت لي شخصيا. كنت غادي يصايق وقفوني البوليس، هضرت معاه شوية بالإسبانيولية وداك الشيء، قلت لي باش نشرح له مزيان، قال لي نو، وعيط للسونتر وكيهضر معاهم، وفي الاخر اكتشف انه كيعرف اللونجلي وما بغاش يهضر معايا به. على عين ومع ذلك هذه راسها كحل وجدودها واصول ديالها مغاربه مسلمين من مليليا يعني، ومع ذلك شوف المركز اللي وصلته. هنا غادي ناخذ واحد الفكره ونقارنوا هذه بالمؤسسه الشرطه ديالنا في المغرب. كلكم كتعرفوا الضابطه وهبه. هذه الضابطه وهبه كلكم كتعرفوا، ما غنهضروش كانت مزيانه خايبه، رجال الشرطه فيهم المزيان وفيهم العيان على ايين، واي واحد كيكون عنده القريض كيطغى. ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، دي مساله فروغ منها. ولكن هذه الضابطه وهبه راكم كتشوفوا دابا، يعني هربات راه لامريكا، كانوا كيتحرشوا بها الضباط اللي كبر منا، وكل شيء باغي يطلع ويركب ويتسارى ويجول، فهمت؟ من اللي فوق منا واللي تحت منه والنائب والرئيس، المهم كاع اللي زايد عليها شي شراطي وشي زخرفه باغي يركب وباغي يطلع. وهي مجوجه وراجلها يماني، يمكن كان يعيش في امريكا ولا ما نعرف. المهم الراجل كان كيعيش في الخارج، فهم كيستغلوا الظروف والوحده ديالها الى اخره، وكيبغيو يمارسوا عليها هذه المسائل هذه ديال الاباحيه. وهذا مساله عاديه في السلك ديال الامن، في السلك ديال الجيش، مساله عاديه. واللي كيدخلوا تما قليل اللي كيخرج ناجي، قليل من يخرج ناجي من هذه المصائب هذه، لان هذا النظام ديال فرنسا هي اللي دايره داك الشيء، لدرجه ان في الدوش مثلا في الجيش الدوش خصك دوش عريان، زبطه انت والرشاشات خدامين وزبطه، ما ديرش الشرط ولا شي حاجه. ما كاينش شي حاجه سميتها العوره ولا حشومه ولا عيب
اي حاجه عندها عيب حشومه انت متخلف. خصك تكون دوله علمانيه يعني ليبراليه. هادشي راه كاين، فهمت؟ كاين لدرجه ان ملي كيدور لهم البنات في الشرطه، ان ملي كيجلسوا في الكلاس والاستاذ غادي يقريو كيجلسوا بدو بياس المايو سوستين. لا غير غتجيكم هذه غريبه وسولوا مزيان وما غيبغيوش يقولوها لكم. هذه اللي سمعتها من الناس اللي فهمتي اللي كيمارسوا هذا الشيء هذا. نصحنا باش واحد البنت بغات تدخل الشرطه من العائله ديالنا وقال لنا راه كاينه هادشي، راه ما عمرني قلت لشي واحد. وشغلكم هذا كيجلسوهم بدو بياس علاش؟ باش خصك تمسخ ما يكونش عندك شي هويه وشي دين والى اخره. وهما ما واللي وقع لهذا الشيء ما تقدرش تهضر عليه ولا تعاودوا، لان اسرار المهنه كتسمى. زيدوها في راسكم. على كما كتعرفوا نتوما الضابطه وهبه كذا شنو وقع لها، ودابا راه في امريكا ما نعرف. وكتقول المعارضه، راه ما كاين لا معارضه ولا هم يحزنون. هؤلاء عندهم خصامات فقط مع المؤسسه ومع الدوله. وغالبيه المعارضين اللي كتسموا معارضين هم مجرد مهرنطين كيهضروا على شي حوايج بينهم وبين الدوله ولا بينهم وبين شي مسؤولين عندهم مشاكل معاهم. اما راه ماشي معارضين باغي يجيبوا شي حاجه اخرى مزيانه للشعب مغايره لهذا النظام اللي كيمارس الاجرام والقهر والتجويع والافساد بشتى اشكاله. على اين هذه الفكره اللي بغيت نشارك معكم اليوم. شوفوا هذه السيده هذه ليلى الحاج محمد ادريس وصلت بخير وعلى خير. ما عمرنا سمعنا في الجرائد ان المرؤوسين ديالها تحرشوا بها ولا داروا بها شي فعله. بينما حنا مع الاسف الشديد هذا الشيء كيوقع. ماشي غير وهيبه وصافي، بزاف واقع لهم هادشي بزاف، غير ما كيقدروش يهضروا وصافي. ارجو ان تكون الصوره الفكره واضحه، واللي عنده شي تعليق يخلي لنا. والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. وما تنساش لايك وسبسكرايب للقنوات المهمه، وشكرا لكم.